شكله بيتكلم عن نفسه، يعني لو ملاحظين طري خالص والرقات. بصوا مورق ازاي، بجد طالع مظبوط قوي، فطير مشلتت صحيح. فطير سهل جدا بجد، مفيش اسهل منه. تكنيك بسيط وخطوات بسيطة وهتعملي احلى فطير. بجد هتعمليه مرة ومش هتبطليه تاني. كل اللي عليك تمشي معايا خطوة بخطوة وتشوفي الملاحظات اللي هقولك عليها وهيخرج معاكي احلى فطير. بس اتمنى من كل مشاهديني ما ينسوش تعملوا لي لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. بالنسبة للمكونات احنا مش بنحتاج مكونات كتير لعجينة الفطير. دقيق، مية، سكر، ملح بس. هي الفكرة بس في الكمية عشان تظبط معانا والعجينة تطلع معانا ناجحة. معايا كيلو ونص من الدقيق، هنزل عليه بحوالي 3 معالق كبار من السكر. المعالق ما كانتش مليانة قوي، لو المعلقة مليانة قوي كفاية معلقتين كبار من السكر ونص معلقة صغيرة ملح. هقلب المواد الجافة كلها مع بعض بالشكل ده. الخطوة الجاية إضافة المية، ودي المفروض نبقى مركزين قوي. لكل نص كيلو دقيق بتزودي من كوب لكوب ونص مية، يعني ممكن ياخد منك كوباية، كوباية ومعلقتين، كوباية ونص حسب نوع الدقيق. وكمان ممكن يكون المج اللي انت هتستخدميه غير المج اللي انا هستخدمه، يكون مثلا كمية المية اللي بيستوعبها اكتر او اقل. فعشان كده انزلي بكوب واحد الاول بس على كل نص كيلو. بالنسبة لي على كيلو ونص من الدقيق هحتاج حوالي 4 كوب من المية، بس انا مش هنزل بيهم كلهم. نزلت ب3 كوب من المية، والكوباية الرابعة كده أخدت منها جزء بسيط. هبتدي أعجن وابتدي أضيف بقى الكوب الرابع ده بالتدريج، هشوف هحتاجه كله ولا أقل منه. أنا بلم بالمعلقة بس، لكن طبعا هعجن بإيدي أو ممكن تعجني بالعجان، بس أنا بحب أعجن بإيدي. العجن على فكرة للي بيحبوا أو يتعلموا هيلاقي الموضوع ممتع جدا. وهنا بدأت أنزل بربع كوب من المية كمان. بس في الآخر أنا استخدمت ال4 كوبايات من المية على كيلو ونص من الدقيق. بتحاولي تعجني بنفس الشكل ده، انت بتحاولي تلمي العجينة بالطريقة دي. بعد كده هتبتدي ترشي الدقيق على سطح الرخامة عندك عشان تعرفي تعجني اكتر وتبقي متمكنة من العجينة. وهننزل بالعجينة على الدقيق وتبتدي تعجني بنفس الشكل ده. اهم حاجة في الفطير العجينة، ظبطتي العجينة هيطلع معاكي احلى فطير. فالعجينة احنا بنبتدي نعجن من جوه لبره، يعني انت بتاخدي العجينة لجوه كده وبعد كده ترجعيها لبره بنفس الشكل ده. وبتفضلي تعجني مش اقل من 10 دقايق. ولو العجينه وانت بتعجني حسيتي ان هي جابسه معاكي، بمعنى ان هي مش لينه، مش بتروح وتيجي معاكي بسهوله، بلي ايديكي ميه وارجعي عجني تاني وهكذا لحد ما العجينه تبقى لينه معاكي. بعد ما عجنتها لمده 10 دقايق هعملها زي رول او شكل اسطواني كده وهقسمها. ممكن تسيبيها بحالها، مش لازم تقسميها كلها، بس مادام عامله كميه كبيره يفضل ان انت تقسميها كل جزء يرتاح لوحده. انا هقسمها على 4 لان انا هعمل 4 فطاير، وحاولي تقسميها بالتساوي. بصراحة بعد ما قسمتهم وزنتهم لان انا كنت عايزاهم يبقوا متساويين، كان كل كورة حوالي 600 جرام. اعجني العجينة كويس وهتلاقي العجينة بتتحقلك، هتشكليها اي شكل هتتشكل معاكي، بتتفرد معاكي بكل سهولة لانها بجد عجينة لينة ومظبوطة جدا. هتجيبي طبق او صينية وتدهنيه كويس بالزيت. بصراحة انا كنت عمالة العب بالعجينة، كنت حاسة ان انا كل ما بضغط عليها كده اعصابي بترتاح، فكنت عمالة اضغط عليها. وبالفرشة هتمسحيهم كلهم بالزيت. هنبتدي نغطي الفطير بستريتش راب، بكيس، بفوطة مطبخ، المهم ان انت تغطيه وتحفظيه لمدة ساعتين كده تسيبيه يرتاح. عايزة اقولك انت ممكن تسيبيه يرتاح 10 دقايق وممكن تسيبيه يرتاح 10 ساعات، بس كل ما المدة بتطول العجينة معاكي بتفرد معاكي بكل سهولة وبتريحك. وده شكل العجينة بعد ما سبتها ارتاحت حوالي ساعة ونص. هبتدي اقسمها، يعني كل كورة هقسمها لحوالي 8 كور. عايزه اقول لكم انا كنت عملت الفطير معاكم قبل كده وعملته بطريقه كده مبتكره لذيذه، يعني طريقه فرد كده كانت حلوه. كنت استخدمت بوله فيه، لو حابين ترجعوا للطريقه اللي انا عملت بيها الفطير قبل كده هسيبها لكم في صندوق الوصف. زي ما انتم ملاحظين كل جزء قسمته بدات اكوره بالشكل ده. هتبقى كل كوره معايا عملت 8 كور صغيرين، وهيبقى معايا كل كوره ب8، يعني 8 في 4 يعني هيبقى معايا 32 كوره. كل فطيره مكونه من 8 كورات. بعد ما كورناهم بالشكل ده هنسيبهم يرتاحوا مش اقل من ساعتين، وزي ما قلت لكم كل ما تسيبهم وقت اطول هتديكي نتيجة افضل. العجينة بتاعة الفطير مش بتخمر، هي مجرد بس ان هي بترتاح. وفي الشتاء النتيجة هتبقى احسن كمان من الصيف، يعني ساعتين كفاية قوي ان هما يرتاحوا في الشتاء. لكن في الصيف يعني يفضل ان يبقى الوقت اطول، وممكن تسيبيهم كمان يرتاحوا في التلاجة. معايا كوباية من السمنة على الزيت او سمنة على الزبدة، سمنة بس زبدة بس، المهم يبقى الزيت بس لان الزيت بينشف الفطير. هبتدي ادهن سطح الرخامة بالسمنة. ودي العجينة بعد ما سبتها ارتاحت حوالي ساعتين. لو تلاحظوا مجرد ان انا بضغط عليها كده العجينة بتفرد معايا لانها مخدومة صح واخدت وقتها وارتاحت، فبجد العجينة هتبقى معاكي سلسة خالص.
افردي فيها كده هتلاقيها بتفرد معاكي بكل سهولة. الفطير بيبقى عبارة عن رقات، عايزين الرقات دي تبقى رقيقة خالص، فبتفردي في العجينة وما تخافيش، انتي ما تلاقيها كده بقت شفافة بالشكل ده يبقى هي كده اتفردت معاكي. هدهنها كويس جدا بالسمنة او السمنة عزيزي زي ما اتفقنا، وبعد كده هاتني جزء وامسحه برضو بالسمنة، وبعد كده هاتني فوقيه الجزء المقابل ليه، وكل ما تتني جزء او تطبقيه ادهنيه كويس بالسمنة، وهكذا لحد ما تبقى على شكل مربع صغير. الفطير بيحتاج سمنة، كل ما تدهني سمنة كويس الفطيرة هتبقى طرية معاكي جدا. هنعيد نفس الخطوات، هدهن السطح اللي بفرد عليه كويس بالسمنة، بعد ما فردت الكرة التانية هبتدي ادهنها بالسمنة. بعد كده هحط الجزء الاولاني اللي انا كنت عملته معاكم في النص وهطبق عليها بالشكل ده، وزي ما قلت لكم بنطبق جزء وبنمسحه بالسمنة، وهكذا لحد ما بنقفل عليها. كل فطيرة عبارة عن 8 كور، دي كانت الكورة رقم 8 في اول فطيرة معايا. هبتدي افردها واعيد نفس الخطوات، وكده بقت الفطيرة الاولى جاهزة معايا. هسيبها ترتاح وهكمل بقية الفطير. هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، او ممكن بعد ما تعمليهم كلهم تبتدي تفردي اول واحدة انت عملتيها بتكون ارتاحت. الصينية انا دهنها سمنة وهبتدي افرد الفطيرة هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. طب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتفردي العجينة؟ لو حسيتي ان العجينة مش بتفرد معاكي قوي سيبيها ترتاح كمان شوية. طب بفرد وبلاقي السمنة بتخرج منها، يبقى العجينة دي عايزة تتساب في التلاجة شوية. لكن في الشتاء الموضوع هيبقى ابسط كتير، لكن لو في الصيف يبقى يفضل ان انت تسيبيها ترتاح او تحفظيها في التلاجة. السمنة بتمسك نفسها شوية والموضوع بيبقى اسهل. ودي فطيرة تانية بفردها الاول قبل ما احطها في الصينية، فانت ممكن تفردي الفطيرة في الصينية او قبل ما تحطيها زي ما تحبي. بتدهني وش الفطيرة بقشطة على سمنة. القشطة اللي انا دهنت بيها دي القشطة اللي انا باخدها من وش اللبن، بحتفظ بيها في الفريزر. نزلت عليهم بمعلقة من السمنة وبدأت ادهن بيها. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن على درجة حرارة 220 على درجة عندك. لو الفرن عندك شغال فرن وشواية تمام، شغال فرن بس شغالي فرن وبعد كده الشواية في الاخر. بتحطيه في الرف اللي تحت خالص. الفطير بيبقى عايز نار حامية جدا، بتحطيه على اول رف عندك. بالنسبة لي الفطير كان احلى في الفرن الغاز، لما حطيته في فرن الكهرباء كان هادي نوعا ما عن فرن الغاز. فزي ما قلت لكم الفطير بيبقى عايز نار حامية. الفطير مش هياخد وقت اكتر من 10 دقايق في التسوية. عن تجربة لما جربت الفرن الكهرباء لقيته هيطول عن 10 دقايق والفطير مش هيطلع حلو زي ما عملته في فرن الغاز. اخد مني 10 دقايق وطالع مظبوط وحلو جدا. واول ما الفطيرة بتخرج من الفرن بتدهني وشها بالسمنة، وعلشان الفطير يفضل معاكي طري وما ينشفش منك هتغطيه بكيس بستريتش راب بالشكل ده. المهم تغطيه كويس جدا عشان يبقى طري معاكي جدا. وكل فطيرة بتخرج من الفرن بتحطيها على صاحبتها وبترجعي تغطيهم تاني عشان الفطير يفضل طري معاكي. الفطير شكله بيتكلم عن نفسه، يعني لو ملاحظين طري خالص والرقات بصوا مورق ازاي، بجد طالع مظبوط قوي، فطير مشلتت صحيح. عملت 4 فطيرات حجمهم كبير الى حد ما. لو حسيت ان الكميه كتير تقدري تحتفظي بيه في الفريزر وبتخرجيه تسخنيه وبيبقى معاكي كأن انت لسه عاملاه حالا. جربوا الطريقه مش هتندموا، بالعكس هتدمنوا الفطير ده زي ما انا بدمنه. يلا جربوا الطريقه وقولوا رايكم في التعليقات، واشوفكم في وصفات تانية كتير. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.